وبيبدأ الفيلم في مصحة نفسية واللي بنعرف إن هي مسكونة بالأرواح الشريرة، والإشاعات بتطلع عليها من كل حتة، وإن كل الناس اللي بتروح على هناك بتختفي في ظروف غامضة، وإن الغرفة رقم 402 بتكون أخطر غرفة في المكان كله، على الرغم إن المصحة دي كانت أشهر مصحة في كوريا الجنوبية لكنها اتقفلت بعد 19 سنة. وإن كل المرضى والدكاترة انتحروا في نفس الوقت، وطبعا محدش عارف اللغز بتاعها لحد النهاردة. وبنلاحظ إن في شخص بيتكلم عن تاريخ المصحة دي ومحتاج حد شجاع عشان يجي معاه لهناك ويصوروا كل حاجة، لحد لما في النهاية بيقدر إن هو يضم 6 أشخاص مع بعض عشان يتحركوا على المصحة، وطبعا بيتكلموا عن كل الإشاعات اللي طلعت في المكان عشان يتسلوا شوية، لحد لما بنشوف القائد بتاعهم بيحاول يعرفهم إن هم لازم يوصلوا 1,000,000 مشاهدة في الفيديو اللي هيتم تسجيله في المصحة، وإن هم بكده هيحققوا فلوس كتيرة جدا من خلال البث المباشر. وبعدها بيتحركوا على مكان عشان يجهزوا فيه كل الأدوات بتاعتهم، وكمان يجهزوا الأكل بتاعهم اللي هيكون آخر وجبة، وده قبل ما يخرجوا للمصحة. والقائد بيجيب الأحدث الأجهزة عشان يسجل كل حاجة ممكن تحصل معاهم. بعدها بيطلعوا من الخيمة بتاعتهم وبيتحركوا على المصحة، لحد لما واحد منهم بيشوف ملابس داخلية وبيربطها في الشجرة كعلامة، وده عشان لما يرجعوا مرة تانية، وبيكون عنده ثقة كبيرة جدا إن هو يعمل كده. وفي الوقت ده بيبدأ البث بتاعهم، وبيدخل حوالي 12,000 في البداية، والمجموعة بتكون متحمسة جدا إن هي تصور كل حاجة عشان المشاهدات. وبعدها القائد بيعرفهم إن هم يتحركوا دلوقتي على الأوضة رقم 402، ومحتاج إن الناس كلها تفضل معاهم للنهاية. وبنعرف إن هم وصلوا لنص الليل والساعة بتكون عدت 12. وبعدها واحد من الفريق بيحاول إن هو يحط الماء المقدس في المكان، وده كنوع من الحماية، لكن باب المدير بيتحرك لوحده، وده عشان يقفل عليهم. وهنا ما يعرفوش مين اللي عمل معاهم كده، وبيبدأوا ان هم يشكوا في بعض، لحد لما بيقرروا ان هم يتحركوا على الأوضة دي، وبيعرفوا فعلا ان هي أوضة المديرة، وبيشوفوا الصور بتاعتها، لحد لما بيقرروا ان هم يعملوا الطقوس، وده عشان يحضروا أرواح الناس اللي ماتت في المكان. وفي الاخر القائد بيعرفهم ان هم لازم ينتشروا عشان يجمعوا كل التفاصيل بتاعة المكان ويحققوا مشاهدات اكتر من الطبيعي، وواحدة بتكتب اسمها على الحيطة كنوع من الذكرى. ومع الوقت بيشوفوا رسومات غريبة جدا على الحيطة ودمية مرمية على الارض، فبيخرجوا مرة تانية من الأوضة بسبب الريحة الوحشة اللي بتكون قربت تخنقهم. وبعدها بنشوف 2 من المجموعة في الدور التالت، وبيلاحظوا ان درجة الحرارة قليلة جدا على عكس باقي المكان، وبيدخلوا الحمام عشان بيسمعوا صوت بيكون جاي منه. هنا بيشوفوا حاجة غريبة جدا فبيخافوا ويخرجوا بسرعة، وبيحاولوا ان هم يهربوا، لكن في النهاية بيعرفوا ان ده كان شعر مستعار مش اكتر، والقائد بيضحك عليهم. وبعدها بنشوف 2 غيرهم قريبين من الأوضة رقم 402، وبيحاولوا إن هم يستخدموا الأجهزة عشان لو ظهرت أي حاجة يصوروها على طول. في الوقت ده بنعرف إن المشاهدات بتزيد أكتر على البث المباشر، وبيدخلوا الأوضة عشان يعملوا الطقوس بتاعتهم، وبيحطوا الأجراس والشموع في كل حتة. وبعدها على طول بيحرقوا الطلاسم اللي كانت معاهم، وده كان نوع من استفزاز الأرواح اللي كانت موجودة في المكان عشان يظهروا قدامهم، وطبعا ما يعرفوش إن دي أكبر غلطة هتحصل معاهم لحد دلوقتي. فبتبدأ الشموع إن هي تطفي لوحدها، والأجراس بتتحرك في كل مكان. وهنا بيطلعوا بسرعة من الأوضة، وبيطلبوا من الجمهور إن هم يفضلوا البث في النهاية، وده عشان هيدخلوا الأوضة كمان شوية. والناحية التانية بنعرف إن كل ده كان مجرد تمثيل من القائد، وده عشان يزود المشاهدات على البث بتاعه، وده اللي بيحصل فعلا، والمشاهدات بتكون عدت 100,000. لكن ما يعرفوش إن اللعنة ممكن تقلب عليهم، والأجهزة بتبدأ إن هي تعطل في المكان ومحدش عارف يتحكم فيها، وكمان الأنوار بتبدأ إن هي تطفي وتشتغل لوحدها. وهنا الفريق بيدخل على المختبر بتاع المصحة، وبيشوف دمية اتحركت من مكانها، وواحدة من المجموعة بتعرفهم إن هي كانت شافت الدمية دي قبل كده في الخزنة من شوية. فطبعا محدش بيصدقها وبيفتكروا إن هي بتخوفهم مش أكتر، لحد لما واحد منهم بيمسك الدمية دي، والبنت بتفضل تعيط عشان يسيبها بسبب إن اللي بيعمله ده خطر عليهم كلهم. وبنعرف إن هي كانت دمية مريض في المصحة أصلا، وده بيعرفوه من خلال الصورة اللي كانت معاهم. وفي الآخر بيدخلوا على الأوضة اللي بعدها، وبنشوف خزنة بدون قفل قدامهم، وجواها بتظهر فتحة غريبة. فبيحاول واحد من المجموعة ان هو يحط ايده فيها، وقبل ما يحصل اي حاجة بنشوف ان ايده بتكون بتتشد بكل قوة. وفي الاول الفريق بيكون فاكر ان ده برضه تمثيل عليهم زي ما القائد بيعمل كل شوية، فبتحاول بنت ان هي تعمل نفس الحركة. وهنا برضو ايديها بتتشد على طول، وبتفضل تصرخ في المكان لحد لما بتظهر علامات على ايديها، والواضح ان كان حد بيهجم عليها واكنه عاوز يقطعها. وبعدها الخزنة بتتحرك مرة تانية، والفريق كله بيخاف، فبيحاولوا ان هم يطلعوا بسرعة من المكان الملعون ده، وبيرجعوا عند اول نقطة بدأوا من عندها، لكن بتظهر كلمة الموت على الحيطة قدامهم بعد لما كانوا شايفين كلمة حياة.
وفي النهاية قرروا ان هم يخرجوا من المصحة دي كلها، لكن الشباب بيعرفوهم ان هم دخلوا على هنا وعارفين ان هي مسكونة من الاول ولازم يدخلوا الأوضة رقم 402 لان ده هدفهم اساسي. ومن خلال البث القائد بيعرفهم ان مفيش كلمة موت ولا حاجة مكتوبة عشان يضحك عليهم ويفضلوا في المكان اطول فترة ممكنة، وبعدها بتفصل الكاميرات بتاعتهم. وهنا البنات مش بتقدر ان هي تكمل في الموضوع ده عشان يخرجوا، وبيحاولوا ان هم يرجعوا تاني على الخيمة بتاعتهم اللي كانت في اول الفيلم. لكن الغريب ان هم كل ما يتحركوا بيرجعوا تاني لنفس النقطة وأكن في حد بيمنعهم من الهروب. وبعدها بنشوف القائد لسه في مكانه عشان يتابع كل حاجة وهو مستريح كده، وبيستغرب ان المجموعة لسه في نفس المكان وهم عددهم 6، ومش عارف مين اللي كان بيصور البنات من شوية، لحد لما النور بيقطع عليه وبنرجع تاني على المجموعة. وبيبدأوا ان هم يلاحظوا حاجات مرعبة زي ان الكراسي بتتحرك لوحدها، وبيتكلموا مع المشاهدين في البث لحد لما يجمعوا اكبر عدد من المشاهدات. وبعدها الباب بيتقفل عليهم وبتفضل الكراسي تترمى عشان تخبط في واحد ورا التاني، وطبعا بيفقدوا الوعي. والواضح ان بس بيحقق مشاهدات اكتر مع الوقت، وبيكون قرب على المليون مشاهدة فعلا، وما يعرفوش ان اللي بيحصل دلوقتي حقيقي وان في ناس تقريبا كده هتموت. وهنا واحدة من المجموعة بتبدأ إن هي تقول في كلام غريب جدا، فبتحاول صاحبتها إن هي تقرب منها عشان تفهم المشكلة، لحد لما شكلهم بيتحول قدامها. طبعا البنت بتحاول إن تخرج من الأوضة دي بسرعة، لكن النور بيقطع عليها وبتشغل الكشاف عشان تشوف المكان، وبتلاقي حاجة من بعيد عمالة تبص عليها. وهنا بتشوف ان في دمية على الارض لحد لما بيظهر كائن غريب قدامها، فبتحاول ان هي تطلع تاني من الاوضه، لكن للاسف الباب بيكون مقفول عليهم هما الاتنين. وقبل ما تعمل اي حاجه بيكون الكيان ده هجم عليها عشان يقتلها، وباقي المجموعه ما تعرفش عن اللي بيحصل مع البنات دلوقتي وكمان هيحصل لهم بعد شويه. فبيفضلوا مستمرين في الرحلة بتاعتهم والتصوير والجو ده، وبيحاولوا ان هم يفتحوا الأوضة رقم 402 بكل الطرق الممكنة، لكن الواضح ان هي كانت مقفولة ومش عارفين يتصرفوا معاها. فهنا القائد بيعرف ان هو قرب على المليون مشاهدة وهيكسر رقم قياسي، فبيجيله الجراءة وبيتحرك على الأوضة بنفسه عشان يساعدهم ويفتح الباب معاهم عشان يخلصوا من الحوار ده. وبعدها بيسمعوا صوت صاحبتهم جاي من ورا الباب اصلا، ومش فاهمين ازاي ممكن تكون دخلت وكمان بتصوت، لحد لما بيظهر ظل غريب عشان يهجم على كل اللي موجود، وبيفقد الوعي واحد ورا التاني. ولما بيصحوا بعد كده بيشوفوا نفسهم في مكان غريب جدا، والميه بتكون تحت وفوقيهم ومن كل حته. فبيحاولوا ان هم يشغلوا الكشاف الليلي، وبيظهر كائن مرعب جدا قدامهم في الكاميرات. وبعدها المجموعة كلها بتتحول عينيهم للأسود، وطبعا القائد ما يعرفش اللي بيحصل ده، اللي بيتحرك على الطريق ومستعجل وبيفضل مشغل البث بتاعه عشان ما يقطعش. وهنا بنشوف ظل غريب طالع من الشباك، فبيحاول ان هو يسجل كل حاجة عشان يحقق المشاهدات، لحد لما بيشوف ظل غريب طالع من الشباك، فبيحاول ان هو يسجل كل حاجة، لكن بيحس بحركة غريبة جاية من حواليه وبيشغل الكاميرا الليلية بتاعته. في نفس الوقت ده بيشوف كائن مرعب جدا ماسك في ظهره، لحد لما بيخلص عليه، وبنعرف ان المجموعة كلها بتكون ماتت ما عدا واحد كان فاقد الوعي في الأوضة اللي كانوا بيتضربوا فيها من شوية. ولما بيصحى مرة تانية بيشوف نفسه على كرسي التعذيب، لحد لما بيدخل الأوضة رقم 402 أخيرا، لكنه المرة دي متكتف، وطبعا بنعرف إن هو هيموت. والبث كله كان عليه 500 واحد مش أكتر، وإن الأرواح اللي كانت بتوهمهم بالأرقام دي كلها عشان يكون عندهم الجراءة إن هم يدخلوا على المصحة العقلية، وطبعا نهايتهم بتكون الموت. وبنعرف في النهاية ان القصة دي حقيقية وحصلت فعلا في دولة كوريا. فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، ولو عندك اقتراح لفيلم رعب او اكشن اكتبه لنا تحت في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله قريب جدا في فيلم جديد. سلام.